فهمي فاضل قرش مدرس زي بقية المدرسين، أو كان كده لحد ما في يوم من الأيام اشترى الكتاب الأكثر مبيعا لسنة 3572 قبل الميلاد للعالم الإغريقي هبدوس بعنوان بوسناديني سينيسيبيتيكيمينوس داسكالوس ميزا، اللي هو يعني بالعربي كيف تصبح مدرسا ناجحا في 3 أيام ونصف. ويتلخص الكتاب في 3 خطوات. الخطوة الأولى: عبيله واديله. ألف سؤال مثلا بيقول اذكر أهم إنجازات الملكة كليوباترا، ولو المنهج فيه إنجازين، حمامات كليوباترا، تمثال كليوباترا، عبيله انت من عندك إنجاز تالت. الخطوة الثانية: صاحب السؤال دائما على حق، دائما على حق، دائما على حق. خليك واثق من نفسك وأكد للطلاب إن إجابتك هي أصح إجابة في الكون، بالذات الحتة اللي انت معبيها. الخطوة الثالثة: شبكة وصنارة. اتحدى طلابك إن مستحيل مدرس تاني يقدر يجاوب إجابة زي إجابتك، وبكده تضرب باقي المدرسين وتصطاد طلابهم. ما تخليش حد يخدعك. أي سؤال إجابته بره المنهج يبقى السؤال بره المنهج، أو اللي مألف الإجابة قاري كتاب هبدوس. سلام.